عايزة غدا أو عشاء سهل، أبسط طريقة من وصفات ليدي شيف لعمل البيتزا، أسهل بيتزا صيام. معانا 300 جرام دقيق، نص معلقة ملح، معلقة سكر، نص ربع كوباية زيت، أي نوع زيت عندك متاح، زيت زيتون، أي نوع زيت في البيت ينفع. بنقلب المكونات دي مع بعض. هنحط نص معلقة زعتر، أنا هحطه لأن أنا بحب ريحته، اللي مش بيحب ريحة الزعتر ما يحطهوش، يحط اي ريحة او يسيبها سادة، يعني نعناع ماشي، كمون ماشي، اي ريحة عندك، فلفل اسود ماشي. هي بتدي بس تيست للعجينة مش اكتر من كده. انا 3/4 كوباية مية ل300 جرام دقيق، والدقيق ده دقيق بيتزا، في اي سوبر ماركت متاح دقيق البيتزا. وال300 جرام دول هيطلعوا لنا 2 بيتزا. هنقلب المكونات مع بعض، وبعدين هنضيف عليهم 8 جرام خميرة فورية. ال300 جرام دقيق ياخدوا 8 جرام خميرة فورية. بنقلب المكونات مع بعض لغاية ما تكون عجينة بتلزق طرية. بنغطي العجينة وبنسيبها لغاية ما تخمر. اول ما خمرت العجينة بنطلع الهواء اللي فيها الخمر، وبعد كده بدهن ايدي زيت عشان اعرف اقطعها من غير ما تلزق. ودي صواني، عندي صواني خاصة بالبيتزا، بدهنها مادة دهنية وبرش عليها معلقة سميد بسبوسة، وبفرد عليها العجينة. انت اي صينية عندك تنفع، مش لازم صواني بيتزا يعني، بس اهم حاجة تدهنيها كويس وترشي عليها الرد او سميد البسبوسة، ده بيديها نفس التيست بتاع الجاهز. بنحط عليها صلصة البيتزا، ودي صلصة انا عاملاها في البيت، احنا اللي محتاجة المقادير تكتب لي في التعليقات. بنحط عليها شاورما التونة، وبعدين البيتزا الصيامي، طبعا الموتزاريلا الصيامي اسفة، الموتزاريلا دي طبعا موجودة في اي سوبر ماركت. هنحطها في فرن مسبق تسخين على اعلى درجة لمدة 15 دقيقة في الرف اللي مقارب للنار. بتطلع بعد 15 دقيقة بالطراوة والجمال ده. وألف